السلام عليكم، اهلا بيكم في الدرس رقم 25 في دبلومه كانفا بعربي. والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الستيكر ديزاين اللي موجود قدامنا دلوقتي. والاستيكرات دي عليها طلب عالي جدا في سوق الطباعه عند الطلب، وكمان في شغل فريلانسنج. تصميمها بيكون سهل جدا وبسيط، وهنعمل مع بعض التصميم اللي قدامنا ده خطوه بخطوه. ولو انت عايز تتعلم تصميم الجرافيكس ما تنساش تنضم لجروب التليجرام اللي عليه اكتر من 26000 طالب حاليا بيتعلموا الجرافيك ديزاين ببلاش، ولينك الجروب هتلاقيه موجود في صندوق الوصف. ويلا بينا نبتدي الدرس بتاعنا. واول حاجه زي ما اتعودنا هتفتح موقع كانفا وهتعمل كرييت ا ديزاين. تاني حاجه عندك بتختار تيشرت، لو ما عندكش الاوبشن ده هنا بتسرش فوق على كلمه تيشرت وبيظهر لك. وبعد ما التصميم فتح معايا هبتدي ان انا اغير لون الخلفيه بتاعت الارت بورد بتاعتي، وعشان اعمل كده هضغط عليها واختار هنا باك جراوند كلر. وعايزك تكتب نفس الكود اللي انا كاتبه ده عشان ده الكود اللي العميل طالب مني ان انا اصمم عليه. واول حاجه هعملها ان انا هدور على الورده بتاعتي اللي انا هبني عليها التصميم بتاعي، وعشان ادور عليها هتضغط على elements وتبتدي انك تسرش على كلمه فلاور، وبعد كده هتختار الجرافيكس وتعمل سي اول. الورده اللي انا عملت بيها التصميم دي برو، ولكن انا هعمل معاكم نفس التصميم باستخدام ورده مجانيه عشان كلنا نعرف نعمله. وبالنسبه لي فانا اخترت الورده دي، والورده دي مجانيه زي ما انتم شايفين، وهنشتغل عليها النهارده التصميم بتاعنا. هبتدي ان انا اصغر الورده بتاعتي دي في الحجم اللي انا عايز اشتغل عليه، وهو هيكون حوالي 7 انش علشان التصميم بتاعي يبقى مظبوط. وبعد ما اخترت الشكل وظبطت مقاسه ووسطنته في التمبلت هبتدي اكتب الكلام بتاع التصميم بتاعي. وعلشان اعمل كده هضغط على التكست تول وهعمل اد ا تكست بوكس، وبعد كده هكتب الكلام اللي انا واخده كوبي بيست من شات جي بي تي مش من دماغي، وهبتدي ان انا اطلعه فوق شويه، وهاخد منه نسخه موجوده تحت علشان اكتب الكلام اللي انا هكتبه تحت. وهضغط على الكلام وهبتدي ان انا اكتب الكلام اللي انا عايز احطه تحت. طبعا ده الكلام بتاعنا من غير اي ستايلنج، وتعالوا مع بعض بقى نعمل الستايلنج بتاع الكلام خطوه خطوه وامشي معايا بالتفصيل. اول حاجه هتعملها ان انت هتيجي في البوزيشن وتختار الجملتين هنا من اللايرز تمسكهم مع بعض وتخلي حجمهم معايا 50. وتاني حاجه هتعملها انك هتضغط على الفونت وهتسرش على فونت اسمه مون لايت زي ما انا كاتبه هنا، وهتختار اول فونت عندك. هتضغط على السهم اللي جنب الفونت وهتختار بولد. وبكده انا كتبت الكلام بالفونت والحجم اللي انا عايزه فيه. وعلشان تخلي الكلام بتاعك كله كابيتال انا عايزه كابيتال، فهضغط على الابر كيس موجوده هنا، وهتيجي على الليتر سبيسنج وتخليه 400 من هنا. بقى عندك الكلام بالمنظر اللي انت شايفه ده. بعد كده هتضغط على الايفكتس هنا وتعمل اوتلاين وتخليه على اخره وتخلي لونه اللون الابيض. الجمله اللي فوق هتجيلها في الايفكتس وتعمل الكيرف اللي موجود تحت ده وتخلي الزاويه بتاعتها 44، وهتمسك الجمله اللي تحت وتيجي برده في الايفكتس تيجي هنا في الكيرف وتخلي الزاويه بتاعتها نيجاتيف 44. هتلاقي الكلام بقى عندك بالمنظر ده كانه بيقفل على بعضه. ولاحظ ان في دايره، انا بحاول اظبط الكلام مع بعضه بحيث ان هو يبقى عامل شكل دايره بالظبط زي ما انت شايف قدامك كده. وطبعا هتلاقي ان المسافه هنا حتى وانت موسطن الورده مش متظبطه، لان هي الورده نفسها ابعادها مش ثابته ومش واخده شكل دايره كامله، فكل اللي عليك انك تظبطها بعينك في وسط الكلام بالشكل اللي انت شايفه ده زي ما انا بظبطها كده. وبكده انا شايف الورده متوسطنه نوعا ما وسط الجملتين. الخطوه اللي جايه عندنا ان احنا عايزين نرسم دايره لونها ابيض بحيث ان هي تبقى قاطعه في وسط الكلام بالظبط ومغطيالي الشكل اللي ورا الورده ده كله بالخلفيه البيضاء. وعشان نعمل كده هتيجي في العناصر وهتكتب فوق هنا سيركل، وهتلاقي ان الدايره ظهرت لك على طول في الشيبس. بس خد بالك انا هنا مختار جرافيكس، انا مش عايز كده، انا عايزك تختار اول بعد كده تيجي في الشيبس تجيب لي الدايره اللي في الشيبس اللي هي تعتبر في الاشكال مش في الجرافيكس. وبعد ما جبت الدايره هتلاقي نزلت لك فوق كل العناصر، تبتدي الاول قبل ما ترجعها ورا عشان تعرف تتحكم فيها تظبطها في المكان اللي انت عايزه بالظبط وتظبط لونها، بعد كده تبعتها ورا. وكده انا ظبطت لونها، ابتدي ان انا اجي في البوزيشن وفي اللايرز وارجعها في المكان اللي انا عايزه اللي هو ورا الكلام بالظبط. وبقى ده المنظر اللي موجود عندي. وبعد ما عملت الدايره المنتظمه دي عايز اكسر الحديه بتاعه الحدود بتاعتها بشكل دائري غير منتظم زي ما عملنا في الدرس بتاع مون لايت بالظبط. فلو انت ما اشتغلتوش روح اشتغله، هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط بالنسبه لك. وعلشان نعمل كده هتيجي في العناصر ونفس السيركل اللي انت دورت عليها هتكتبها تاني، ولكن المره دي هتروح تضغط على الجرافيكس وتيجي تضغط على سي اول، وهتنزل تحت شويه بس مش شويه كتير، وهتلاقي عندك الدايره دي، والدايره دي مجانيه وهنستخدمها مع بعض، فهتضغط عليها هنا هتلاقي جات لك برده على وش اللايرز بتاعتك. قبل ما تلونها وقبل ما تبعتها ورا لازم تتحكم فيها الاول وتظبطها في المقاس اللي انت عايزه. فهنبتدي ان احنا نكبر فيها زي ما احنا شايفين كده، بعد كده نلونها باللون الابيض ونبعتها لاخواتها ورا من البوزيشنز هنا، واللايرز هترجعها تخليها قدام الدايره ورا الكلام. وده زي ما انت شايف خلالك الاطراف كانها فيها سبلاش كده، وده افكت لطيف جدا بيبين شغلك ان هو بروفيشنال. وبعد ما عملنا الخلفيه ظبطناها وكتبنا الكلام بشكل مظبوط فوق وتحت
ظبطنا حجم الشكل بتاعنا هنستخدم حاجة جديدة هنتعلمها مع بعض اسمها ووتر كولر ستين. وعلشان توصل للحتة دي هتضغط على الاليمنتس هنا وهتكتب اللي انا هكتبه هنا بالظبط. عايزك تكتب نفس الكلام اللي انا كاتبه هنا ووتر كولر ستين، وتيجي في الجرافيكس تضغط على سي اول. وهنا انا هستخدم بقعتين من ووتر كولر دول. اول واحدة هي اللي انا اخترتها هنا ودي مجانية وممكن كلنا نستخدمها مع بعض. هضغط عليها واجيبها جوه التصميم بتاعي، وبعد كده هعمل لها ريسايز وانا ضاغط على الت عشان يوسطنها لي بالظبط او يقللها من كل الاطراف، وهقللها كمان لحد ما تخش جوه الكونتينر اللي هو انا حاطه ورا اللي هو الدايره البيضاء اللي ورا. وبعد كده هجيبها من البوزيشن ولايرز وارجعها ورا الورده بالظبط بالشكل اللي انت شايفه ده. وهنرجع تاني لووتر كولر ستين وهنختار الستين اللي قدامنا دي، ودي مجانيه برضو تقدر تستخدمها معايا. ولما جات لي جوه الارت بورد بتاعي ابتدي ان انا اظبطها في النص بالشكل اللي انت شايفه ده، وابتدي احدد الاطراف بتاعتها شويه. وبعد ما ظبطتها في المكان اللي انا عايزه همسك البوزيشن واروح لللايرز وارجعها في المكان المناسب. وبكده انا التصميم بتاعي خلص، عملت ستروك مظبوط، عملت شكل غير منتظم في الخلفيه، ودمجت الشكل اللي قدام مع الووتر كولر ستينز اللي وراه. وما تنساش في النهايه ان الستين اللي انت حطيتها فوق دي تخلي الترانسبيرنسي بتاعتها 80% بس عشان تبين اللي وراها. وده بيكون الشكل النهائي بتاعك للتصميم. فكل اللي عليك انك بتمسك الشكل بتاعك بتوسطنه في وسط الارت بورد عندك، وبعد ما عملت كده هتكبر الشكل شويه زي ما انت شايف، وهتبتدي انك تطلع التصميم بتاعك انك تضغط على شير وتاخد هنا داونلود وتعمل ترانسبيرنت وتخلي بي ان جي على اخره. وعلشان تعمل كده لازم تكون برو، فلو انت مش برو مش هتعرف تسحب تصميمك بجوده عاليه. الاشتراك بتاع كانفا رخيص فحاول انك تشترك فيه. وبعد ما نزلت التصميم بتاعي هروح على فوتوبيا وهختار التيشيرت موك اب ده. ولو انت ما بتعرفش تشتغل على فوتوبيا لازم تشوف الفيديو بتاع الموك اب اللي موجود في الدبلومه. وعلشان اخش جوه الموك اب ده هضغط على اللينك اللي موجود هنا، وهتيجي عند اللاير اللي موجود عليها يور ديزاين هير وهتضغط عليها مرتين. هيفتح لك الصفحه اللي جنبها دي، ودي المفروض هتحط فيها التصميم بتاعك اللي انت اصلا نزلته من شويه من كانفا كبي ان جي. وبعد ما حطيت التصميم بتاعي هبتدي ان انا اكبره على قد الارت بورد، بس خد بالك ان انت عندك جزء اوريدي ناطر لبره من الووتر كلر، فحاول انت ما تكبروش بحجم اوفر ان هو يخرج بره التمبلت بتاعتك. يعني اتاكد ان الاطراف بتاعت التصميم بتاعك ما تعديش الطرف العام بتاع التمبلت. وبعد ما ظبطت تصميمك هتروح ماسح التصميم اللي موجود في الخلفيه، وده بيكون الشكل النهائي للتصميم بتاعك المطبوع على التيشيرت. وطبعا شكل محبب جدا ومطلوب جدا في السوق العالمي، حتى في السوق المحلي هتلاقي بنات كتير لابسين تصميمات بالشكل ده. وفي النهايه اتمنى تكون استفدت من الدرس ده، ولو انت مهتم تتعلم جرافيك ديزاين وشغل اونلاين لازم تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي، واشوفكم في دروس جايه كتير.